كارثة كبيرة اكتشفت خلال الساعات اللي فاتت بعد ما اكتشف أهالي طلاب مدرسة سيدز الدولية في العبور إن في اعتداءات حصلت على أطفال صغيرين أعمارهم ما بين 7 ل 10 سنين. القصة بدأت لما طفلة حكت لمامتها إن في عاملين في المدرسة بياخدوا بنات صغيرة في أماكن بعيدة عن المدرسين، ومع أول مواجهة الأم اكتشفت إن في أهالي غيرها اشتكوا نفس الشكوى، وطلع إن في أطفال بالفعل اتعرضوا لاعتداءات مؤذية. الأهالي قدموا بلاغات رسمية، والصدمة إن 5 أطفال كمان أكدوا نفس الكلام، واتهموا 4 عمال في المدرسة، عامل نظافة وكهربائي وفرد أمن وعامل خدمات، بيستدرجوا الأطفال لأماكن ما فيهاش كاميرات زي الممرات الخلفية وغرفة الخدمات. النيابة أصدرت أمر ضبط وإحضار، وتم القبض على المتهمين وعرض الأطفال على الطب الشرعي، والتحريات الأولية أكدت صحة أقوال الصغيرين، ولسه التحقيقات مستمرة لسماع شهادات كل الأهالي والطلاب. وزارة التربية والتعليم دخلت على الخط فورا، والوزير محمد عبد اللطيف أمر بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، وإحالة مسؤول الإهمال للشؤون القانونية. الوزير كمان قال كلمة واضحة: حماية أطفالنا واجب لا يقبل التهاون، وأي مدرسة بتهدد الأمن ده لا تستحق تكون ضمن المنظومة التعليمية. وأخيرا إدارة المدرسة قالت إنها مع الأطفال ومع أهاليهم، وبدأت تطبق إجراءات جديدة لزيادة الإشراف ورفع مستوى الأمن داخل المدرسة. ففي رأيكم إيه الإجراء اللي ممكن يتبع مع مدرسة بتعمل كده؟